طب دي حافظ عليها ازاي؟ اللوحة دي زي ما هي ولا بمية ولا؟ هتجيب حاجة تانية؟ فسيخ ده ملوحة. طب هو عايز فسيخ بس شوف له بقى حاجة حلوة. قول انت عايز حاجة حلوة. لا تاخد مننا ولا تاخد ده تلعب. تلعب مش واضحة خالص. يعني دي مالحة؟ لا من دي؟ لا هي دي وده أدلع من اهلا بيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ورانا كذا مشوار هنروحوا مع بعض، وهاخد معايا الولاد، هاخد معايا لولي وهاخد معايا رام اهو، ولولي لولي بص وشها بايظ كله حبوب مش عارفه ليه، مع اننا خلاص يعني الجو ابتدى يبقى حلو. وده فادي. هروح بقى ايه عند الخط بتاع التليفون واقف. كنت فلحلت يعني وقالوا لي اتصلوا بيا وعرض ومش عرض وغيري الخط بتاعك، وغيرته بقت الفاتوره بتعلى لوحدها. وزهقت. ودلوقتي اصلا الشحن بيرخص جدا، ب20 جنيه بتاخدي 15 يوم وحاجات زي كده. فانا متضايقه قوي من الفواتير، بقيت عاليه جدا وما بكلمش حد خالص. جوزي عامل خاصيه ان انا ارن عليه يوصله رساله فهو اللي بيتصل بيا، وابني بيكلمني ومفيش اي حد بكلمه غير صاحبتي ناديه واختي تحتيه، فما بكلمش حد. ف1000 وشويه دقيقه وفواتير ورخامه على طول. فانا قررت ان انا عايزه الغي الفاتوره. فطبعا عشان الغي الفاتوره لازم انا اروح الفرع وادفع فاتوره قبل وفاتوره بعد وحوارات كده. فهروح اشوف بقى انا هعمل ايه. وكمان معايا خط اتصالات بشحن عليه، مثلا عايزه اشحن عليه نت ما بيفتحش نت مش عارفه ليه. يعني اشحن مكالمات عادي لكن افتح نت مش عارفه افتح عليه نت بيانات خالص. بس بالراحه. غير طبعا امبارح كان عندنا خبر مأساوي يعني. بس يعني تعالي لولو اخويا خلص حاجات السفر ونازل. وبعد ما نزل اقفل الباب. بعد ما خلاص وجهز هتشوفوا في الفيديو بتاع امبارح. خلص وجهز وجهزنا الشنطه وودعناه وخلاص مشي. حتى بعد ما مشي كان عندي مشوار كده شيكالات حلو ورحناه. وبعد كده لقيته في ورقه ناقص تصريح الجيش، وحاولنا وعملناه ووقفت على اخر 5 دقايق. اخر 5 دقايق الشبكة قفلت ورجع وضاعت عليه 8000 جنيه حق التذكرة. فرجع تاني وهيحجز تاني وهيروح تاني وهنحس الاحاسيس دي تاني. فيوم كان صعب قوي وقعدنا انا نايمه الساعه 8 الصبح حرفيا انا نايمه. فلسه هنشوف بقى هم راحوا يحجزوا تاني وهيقولوا لنا الاخبار وهقول لكم. بس خدوا بالكم من التفاصيل بتاعه السفر دي علشان ايه مهمه. استنوا بقى تعالوا معايا هنروح نشوف هنعمل ايه. خليكم معايا لغايه اخر اليوم. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناه عشان تنوريني، واللايكات بقى القمر عايزه الفيديو ده يتفجر لايكات. ماشي يلا باي باي مؤقتا. يلا اهو نازلين واخدين المخله بتاعتنا فيها الميه وفيها شويه حاجات للولو. متهيألي خلاص انتوا حفظتوا البيت بتاعنا. بس بتصوت لولو. لولو لولو صوتي ليه يا لولو؟ هنحود على الحاجة والحاج ونسلم عليهم. عبويا بص عدل مالك؟ ابويا لولو جدو يا لولو جدو عمال تبص من فوق وتكلمك وانت مش سامع. جدو بقى بيعضها. صوت السلام انا سامعاه في الحمام عمالين دوبه مالها. اقفل هذا الفيديو اقفل عشان هي ما يجيبش طبعا رش يا لولو جدو يا لولو.
لا اخلي دي الصورة بتاعت الفيديو عشان لولو مع دودو. يا لولو هو كده يا لولو ده من تحت من فوق عمالة تبص عليك. المهم ما تترميش على برام. اتعديت بس خلاص 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 خلاص. هتعيطي بص انت امسك نفسك امسك نفسك. عايزه اتعيط بس انا ماسكه نفسي. انا ماسكه نفسي. لا مش هتيجي لا. بعد بقى يا حبايب ما نزلت ورحت فرع اورنج دفعوني 260 جنيه وانا وجايه بقى قلت ايه ندلع نفسنا شويه ورحت بقى نواحي المولد عندنا شغال مولد الانبا برسوم. ففي ناس فرشه بره بتيجي بقى كل سنة. الراجل ده حتة سكرة حاجاته حلوة ومجربينه بقالنا السنين يعني. عنده الملوحة هنا هوريكم برضو الصوت ب100 وب80 جنيه وب60 وفي فسيخ ب60 في كل الأسعار هتسمعوها. اشتريت من عنده ملوحة والنهاردة عجبتني وهروح اجيب تاني بس قلت اجرب عشان انا برضو ايه على قدي فيها مش بفهم فيها قوي غير لما ادوق بقى واكل زي ما انتوا شايفينها كده. ولو حابين نصور لكم في المولد والحاجات اللي موجودة هناك والاسعار وكده قولولي في الكومنتات وانا ايه هصور لكم ان شاء الله. متنسويش لو انت معايا لغاية دلوقتي اوعي تكوني نسيتي تحطي اللايك وكملي معايا الفيديو هتشوفي حاجات حلوة قوي. وده كله ملوحة مش فسيخ ده فسيخ كانت بقى يا بنات الاسعار كانت في ب80 وفي ب100 وفي ب120 وفي ب150 ده كله ملوحة. دي كانت ب80 جنيه اللي قدامنا دي كانت ب80 واللي انا جبت منها اللي في الجيركن ده خلصانه يعتبر ب100 جنيه بعد 120. ليه مش عندك فسيخ؟ انت اللي حبيبي ما انا بقول كده برضه. لا يا باشا الصف ده كله ملوحه. لا يا بنتي عندك فسيخ وملوحه كل حاجه. 100 بكام؟ لا يا راجل ايه؟ ده فسيخ؟ وده فسيخ. ده بكام وده بكام؟ ده 120 وده 150. بص شيل دي والنبي. ايه ده لا هتقع من الستاك. لا هتقع من الستاك. يلا تفني بالتكات. هتقع من ده بكام وده بكام؟ ده 120 وده 150. ودي دي اللوحة دي ب100. ده 120 دي مش لا ما ناخد زي ما خدوا. ماشي خدها. ادينا نص من ده حلو كده وبعد كده نشوف موضوع الفسيخ. يا حبيب قلبي. لا هم حلوين امان عليك. ما تجيب لي دي. جيب لنا دي حلوة ايه؟ بس جامد. هو مفيش فسيخ غير دول؟ لا يعني قصدي النوعين دول خلاص؟ هجيب لك 100 كيلو. فسيخ ب 60 جنيه اهو. ده ايه السمك ده غريب ليه كده؟ فسيخ برضه. بس شكله غريب. السمكة غريبة. لا دي بس طعمة جدا على فكرة. ايه؟ هديها لك ادوقها لك طيب. طعمة جدا. يعني ده مش بوري ده. ده بور. ده بوري؟ ده بوري ازاي؟ بصي. ايه؟ يعني انت بكره بالك هي وحشة يا كده. مش وحشة. كده. ايوه دي بحط خيرك.
ناعمة جدا يعني، ما تساويش بيها يعني. ومالحة مالحة. لا اوعى تكون دي مالحه كده. لا يا بنتي، احنا عندنا بلحم مدمرات. ودي هي ده الملح ده ب 150. دي مالحه كده؟ لا يا بنتي، ب 110 140. و 120. خد يا فادي امسك دي. اختي جابت من عندك الملوحه الصغيره بس بيقولوا انها هريه قوي المره دي. انا خدتها من عند الواحد صغيره كده. اه؟ لا لسه انا ما جبتهاش. لسه؟ صحيتها من غير. قالت لي جايباها مش عارفه 50 ولا ب 60 جنيه بس مهريه قوي. جايه لك؟ هم ده فيها احسن منهم. لا بس دي مالحه قوي. لا لو حطيت لها زي البيت وطحينه. طب دي حافظ عليها ازاي؟ الملوحه دي زي ما هي ولا بميه ولا؟ هتجيب حاجه تانية؟ فسيخ. ده ملوحه. طب هو عايز فسيخ بس شوف له بقى حاجه حلوه. خد زي ما انا عايز حاجه حلوه. لا تاخدي منها تاخدي. ده تلعب. تلعب مش واضحه خالص. يعني دي مالحه؟ لا املح من دي؟ لا هي دي وده ادلع من دي. هو ده مالحه قوي قوي. طب ده مالح برضه ولا؟ ده مالح مفيش حاجه مش مالحه. دي حاجه ب 200 جنيه من الاخر يعني. فينها؟ ها؟ فينها؟ جايلها جوه. مش هتطلع غير الزبون اللي فاهمني. هتبقى انت عارفه يعني. وراها لنا كده يعني مخبيها يعني؟ خديها والله. ليه؟ قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم. دي لولو يا حبايب. هي الكلمة الموحدة عندها بابا. أي حد بابا هي الكلمة الوحيدة بتعرف تنطقها فمبسوطة بيها فقلت أسمعها لكم. ولو انتوا عايزينها تظهر معايا تاني بقولولي في التعليقات. قولوا عايزين لولو تظهر معاكي. هي رغاية. بصوا سمانة عمالة تتخانق مع فادي. ربنا يخلي لكم كل ولادكم ويرزق يا رب كل مشتاق. قولوا امين. واشوفكم على خير فيديوهات جديده ان شاء الله. النهارده يومنا خلص. شمينا شويه هوا وشربنا عصير. رحنا ورجعنا اتعشينا. كان ملوحه بالليل الساعه 12 عادي خالص مادام نفسنا فيها مش مشكله. وهنا بقى انا هشوفكم واقول لكم باي باي يا حبايب. ودي كانت الجريمه الملوحه قدامنا. ما تنسوش بقى اللايك والتعليق الحلو منكم وتنوروني بالاشتراك علشان جديد دايما تشوفوه من الفيديوهات وتتابعوني. بحبكم قوي يا احلى اخوات في الدنيا. باي باي.